السلام عليكم. البنات، بغيت نقول لكم واحد الحاجه. ساليت صلاتي دابا ولحظه تفكرتكم في الدعاء. قلت يا ربي يا ربي تسهل عليهم كاملين. راني شوفوا، راني كنشوف لي ميساجات ديالكم، كنشوف تعليقاتكم ديالكم على اي حاجه حطيتها. كنشوف مثلا غير شي واحد مثلا كتب شي حاجه وبغى يجرحني بها ولا شي حاجه، شنو كديروا ليه؟ والله حتى شكرا لكم من القلب. في وسط صلاتي قلت يا ربي تجبر بخاطرهم وتسهل امرهم وتسهل عليهم يا ربي الحبيب. وكنشوف كل وحده والمشكل اللي عندها وما قدرتش لو كان بيدي انا نكون السبب باش نحل لكم دوك المشاكل كاملين. والله الا راكم عزاز بزاف بزاف وكنبغيكم وراكم بحال خواتاتي، عزاز عليا بزاف بزاف. اما الناس اللي كنتلاقى خلاص. والله الا ربي بوحدو اللي علم معزتكم. بزاف ديال المساجات اللي بغاو يطمئنوا على الصحه ديال هشام. مازال هشام في العنايه المركزه، مازال هشام تحت المراقبه 24 ساعه على 24 ساعه من طرف الاطباء. هاد الحصص ديال لاشيمي غير تمهيديه للجسم ديال هشام. اما العلاج علاج جا لفرنسا سميتو الكارتيسيل، حتى تولي الحاله ديالو مستقره عاد يبداو فيه، حيت علاج صعيب وكيخص الجسم يكون قوي شويه. واخا داك المرض ما كيخلي حتى شي قوه في الجسم، هشام غادي يولي بخير باذن الله. باذن الله. دعوا لي مع هشام ان شاء الله يولي بخير وعلى خير، ان شاء الله يولي بخير وعلى خير. بزاف بزاف ديال الدعوات لعل الاقدار تبدل باذن الله. وانا كنامن باللي الا شافنا ربي متشبتين باللي كلنا يقين انه كل شيء غادي يكون بخير وعلى خير، متاكده انه ربي ما غاديش يخيبنا. وانا ايماني بالله قوي انه هشام غادي يولي بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على لي ميساجات ديالكم، وشكرا على حبكم لينا بلا حتى شي مقابل. راكم فوق الراس.